لأنه الشيطان حتى للمراجع حتى العلماء ما عنده فرق، لأغوينهم أجمعين. معروف القصة. أكيد الشيطان ما يجي إلا حق الشيطان. يقول حتى المراجع حتى العلماء. أكيد يا أستاذ كريم الشيطان يعرف ربعه. بارك الله فيك. لأنه الشيطان حتى للمراجع حتى العلماء ما عنده فرق، لأغوينهم أجمعين. معروف القصة أنه جاء إلى نوح وأراد أن يضل نوح. نوح تعجب قال له يا شيطان معي ولك هقد وياي أنا نبي الله. قال تبسم الشيطان. هذا نوح يقول ولك انت هالقد ما ادري شنو ما كملها هو. هذا والله غير خوش نوح هذا. قال ومع أبيك. مو بس انت، أنا حتى أبوك طلعته من الجنة. مو بس انت النبي، أنا حتى أبوك طلعته من الجنة. لذا يقال نزل جبرائيل وقال اسمع موعظة الشيطان. قال أريد أن أعظك، فوعظه. واحدة من وعظه قال له لا تخلو بامرأة أجنبية لأنه أنا ثالثهم. بمجرد ما تخلو مع امرأة أجنبية بالسيارة بالغرفة بالبيت بالشارع، بمجرد أجنبي يعرف أنا ثالثهم. أنا ثالث الاثنين، أجنبي وأجنبية أنا ثالثهم. هذا الشيطان يعني يوصي نوح. الشيطان يوصي نوح يقول له دير بالك لا بالغرفة ولا السيارة ولا بالطراد ولا شيء. أنا ثالثهم. بمجرد ما تخلو مع امرأة أجنبية بالسيارة بالغرفة بالبيت بالشارع، بمجرد أجنبي يعرف أنا ثالثهم. أنا ثالث الاثنين. من أول عندهم سيارات وإحنا ما ندري. من أول عندهم سيارات يا جماعة إحنا ما ندري. من أيام نوح عليه السلام في سيارات. أجنبي وأجنبية أنا ثالثهم. هذا الشيطان ينصح. الشيطان ينصح. نعم الشيطان ينصح ويحذر. بارك الله فيكم.